ولدت الرفيقة الشهيدة رجاء أبو عماشة في قرية سلمة بالقرب من يافا في العام 39. بعد أحداث النكبة في العام 48 هجرت الرفيقة رجاء مع عائلتها إلى مخيم عقبة جبر. أتمت مرحلة تعليمها الإعدادي في مدرسة القادسية في مدينة القدس. كبرت الرفيقة رجاء لتجد نفسها وشعبها تحت وطأة استعمار لا يرحم، ما ساهم في تشكيل وعيها الوطني والسياسي منذ الصبا. انضمت إلى صفوف الحزب الشيوعي وعملت في إطار منظماته الطلابية. في العام 55 بدأت الدول الإمبريالية بتنفيذ مخططها بهدف ضم الأردن إلى حلف بغداد العسكري. وقت ذاك عمت المظاهرات الاحتجاجية شوارع المدن والقرى والمخيمات على ضفتي النهر. نظم مؤتمر الطلبة الأردنيين في العام ذاته مجموعة من الاعتصامات الرافضة لضم الأردن إلى الحلف. اعتبرت الرفيقة رجاء إحدى أهم أعضاء مؤتمر الطلبة في منطقة القدس على الرغم من صغر سنها. في 18 من كانون الأول قادت المناضلة الشيوعية رجاء اعتصاماً احتجاجياً أمام مقر السفارة البريطانية في القدس لترفض مع بقية رفاقها سياسة مشاركة الأردن في الأحلاف العسكرية، ومن أجل إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية وتعريب الجيش وإطلاق الحريات العامة. أثناء الاعتصام حاولت الرفيقة رجاء إنزال العلم البريطاني عن مقر السفارة، إلا أن رصاصات رجال الأمن المحيط بالسفارة عاجلتها فسقطت لتكون أول شهيدة للحركة الطلابية الفلسطينية. في شتاء العام 55 استشهدت الطالبة المناضلة رجاء أبو عماشة عن 17 ربيعاً لتفتتح سجل شهداء الحركة الطلابية وليلهب سقوطها شوارع الوطن من أقصاه إلى أقصاه.